السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كيف حالكم البنات؟ نتمنى تكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، وانطلاقا من العنوان جيت نشارك معكم هذه مجموعة ديال الأشياء اللي كنديرها أنا في حياتي الشخصية، وصراحة كنفرح بزاف إلا كنت بارطاجي معكم بحال هادشي، وكنشوف بأن البنات فعلا كيستافدوا منه. دي فكرة بسيطة. علاش لا البنات نتهلاو في راسنا أكتر. بعض الخطرات ملي كتكون الحاجه بعيده ولا ما كايناش في الدار كتعكزي عليها. داكشي علاش انا الفكره ديالي اليوم اللي بغيت نوصل لكم هي علاش لا ناخذ واحد نص نهار ونوجد فيه كاع المسائل اللي غنحتاج باش نهار نبغي ندير شي ماسك، ولا نهار نبغي نتهلا في راسي، ولا نبغي ندير شي سبريمه، على الاقل ما عنديش عذر وما كاين لا شي يجيك العكز، حيت كلشي حداك وكلشي ساهل بلا روينه بلا حتى شي حاجه. هادو مسائل اللي خاص تكون عند اي بنت من اي طبقه اجتماعيه، سواء كنتي بنت الشعب بحالنا ولا واخا كانت شي سيده اللي كتستعمل مثلا برودويات كلاس وهذا، ولكن دائما هادشي الطبيعي عنده مفعول خاص وعنده واحد النتيجه اللي هي خاصه. يقدروا المنتوجات اللي هي باهظه الثمن ما يعطوهاش لك. ما نطولش عليكم اكثر من هكا، نتمنى الفكره تكون وصلت. حيدوا العكازه البنات، ما كرهتكمش تطبقوا هذه الفكره هذه، وفعلا غادي تلقاو فيها الراحه، وغتلقاو انه وقت ما كملت شي بواطه ولا قبل ما كتكمل غادي تمشيو تعمروها مره اخرى. لان كيف ما كتشوفوا معايا انا عندي بحال قلتي مواد اوليه، مجموعه ديال المواد الاوليه اللي هي اساس ديال الماسكات. الا جمعتي عندك غير هادو راه تقدري توصلي اكثر من عشرات الانواع تاع الماسكات، كل مره شنو غتخلطي وعلى حسب البشره ديالك وشنو محتاجه، وعلى حسب شنو البروغرام اللي عندك، واش غدا الحمام ولا كتوجدي مناسبه ولا باغا كوماج ولا باغا تقشير، على حسب كل وحده وشنو خاصها. انا البنات اول حاجه بغيت نتكلم عليها، فكرت انه علاش لا يكونوا عندي هاد الماسكات هادو مطحونين. كاين اللي غتشريهم من عند العطار مطحونين، الا كان شي عطار كتثقي فيه نقي ويعني كيطحن مسائلو مزيان، ولا كتشري حبوب وكطحني انت في الدار كل وحده وتشوف الطريقه اللي جاتها سهله. وبالنسبه لهاد البويطات هادو خديتهم بجوج درهم الوحده، مشيت عند السيد اللي كيبيع لومبالاج وخديت 10 ب20 درهم، يعني ثمن ما تحسيش به كاع. وكل وحده عمرتها بالمكونات اللي غنتكلم لكم عليهم دابا، ودرت لهم تيكيت باش كيجيوني ساهلين. علاش؟ حيت ملي كيكون داكشي في الكويغطات ولا في الميكات كيترون وين تخلط، تقدري انت شي نهار تبغي ديري شي وصفه ما فيهاش هذا العنصر، بغيتي تخلطي هذا مع هذا بلا ما يكون مع هذا، وانت ديجا شاريها مخلطه كتستقيم عكزانه عليها، ولا مثلا خلطتي كلشي في بواطه وحده، صدقتي اكتشفتي بان هاد الماده هذه كدير لك حساسيه ولا كتسبب لك حكه في العين، ها انت ضاع لك الماسك كامل حيت ميمكنش تعزليه مازال. فهمتوا الفكره البنات؟ يعني هنا من الاحسن كل حاجه نعزلها بوحدها، وكل نهار شنو ندير. اللي هو بغيت نخلط هذه مع هذه، اللي هو بغيت ندير غير الطين مع المورد بوحدو كل مره، وشنو على حسب كما قلت لكم على حسب الاحتياجات ديال البشره ديال كل وحده فينا. اذا كما قلت لكم خديت البواطه الاولى درت فيها عرق سوس مطحون. بالنسبه لعرق سوس ما يمكنش تطحنيه في الدار نهائيا، يعني ما عندكش من غير انه يطحنوا لك تشريه مطحون عند العطار. بالنسبه لهاد الكميه هذه هزت لي 10 دراهم. عرق سوس مطحون راه غالي، راه يعني ماشي شي حاجه رخيصه. هاد البواطه هذه راه صغيره هزت لي 10 دراهم. عندنا هنا الرز مطحون، عندك الاختيار يا اما غتشريه مطحون عند العطار الا كنتي كتثقي فيه، او لا غادي تطحنيه في الدار. شوفي الرز العادي جدا، داك الرز العادي تاع اللبن، وغادي تطحنيه في الدار وغتغربليه مزيان حتى يولي غبره بحال السكر كلاصي. غندوزو نيشان هاد البواطه الثالثه، خلطت فيها الطين الابيض والطين الاخضر. تقدري تاخديه بالعبار، تقدري تاخدي هذاك ديال الباكيات داك اللي مكتوب فيه الطين الزوين. خلط الطين الاخضر مع الطين الابيض. كاين اللي فيكم غدير غير البيض بوحدو ولا الاخضر بوحدو على حسب. بالنسبه للفرق، الطين الاخضر كيتستعمل بزاف البشره الدهنيه، كينقص من الدهون والحبوب والطراس. الطين الابيض عنده استعمالات وحدين اخرين. ثم عندنا الشبه مطحونه راكم عارفين بزاف انا ما كتستعملش الوجه، ما كتستعملش الوجه، كتستعمل في دوك الوصفات ديال ازاله رائحه العرق. حتى هي تقدروا تطحنوها في الدار صعيب من الاحسن انكم تشروها عند العطار مطحونه. عندنا هنا نيدو راه تقدري اللي عندها السل تاخذ منه شويه، اللي ما عندهاش راه كتاخذ غير الساشيه، نص ساشيه راه غتعمر لكم هاد البواطه. عندنا كركم مطحون، هذا حتى هو البنات ضروري في الوصفات ولا كيتستعمل مؤخرا بزاف، واخا هو كتبقى ديك الصفوريه على حسب الجوده ديالو واش صباغه ولا اصلي، ولكن بعدا كيعطي نتيجه في التبييض اللي هي رجاله بزاف.
عندنا المايزينا كتباع بالباكيه وكديريها حتى هي في هاد البواطه، يعني حتى هنا كتخلطي الماسك كتبقى الدنيا عندك نقيه مجموعه، ماشي بحال كتهزي من الساشي ولا من الورقه يعني ديك الروينه وهذا كيخليك انك تعكزي اكثر. عندنا هنا تبريمه ديال الحمام. بالنسبه للتبريمه ديال الحمام خليتها مجموعه، علاش؟ حيت هذه غتستعمل غير الجسم، ما غتستعملش الوجه، علاش؟ حيت فيها الحنه وفيها الداد، فيها بزاف ديال المكونات. صراحه انا ما عارفاهمش كاملين، كناخذها عند العطار هكا واجده، مفعول ديالها زوين وكتحيد يعني كدير التقشير مزيان، وإلا داومتيها بالفعل كتلاحظي توحيد في لون الجسم. سيري عند اي عطار كتيقي فيه قولي عطيني التبريمه تاع الحمام. هنا في الجنوب خصوصا هنا في المدينه فين كاينه واحد السيد كيبيعها، غزاله بزاف، فيها كاع هادشي اللي قلت لكم دابا كيتستعمل الوجه، كاع هاد المطحونات هادو، بالاضافه الى انه كيدير فيها الدواء الاحمر غبره، وكيدير فيها النيله غبره، وكيدير فيها حتى كما قلت لكم الحنه والداد. يعني ملي كتستعمليها كيكون الماسك ملي غير كتضيفي ليها الماء كيكون التبريمه كلها كتولي حمراء بحال درتي الدواء الاحمر. هنا باش عرفت بان فيها الدواء الاحمر ما يمكنش تسولي على المكونات، كياخذوها عنده الناس بزاف وفعلا كتعطي نتيجه. هذه من الاحسن تاخذيها واجده، ولا كتخلطي غير هاد المكونات اللي درنا في البواطه دابا، هاد الروز وهاد الشبه وهاد الشيء كامل كتخلطيه وكتزيدي عليه الحنه والصابون البلدي ولا التحميره ولا كل وحده. انا ما غاديش نحدد لكم الوصفات، انا غير جبت لكم المكونات الاساسيه اللي هي كتستعمل بزاف. كاينين شي حوايج ما ذكرتهمش، كاينين شي حوايج كيستعملوا بحال الترمس مطحون، الحمص مطحون، العدس مطحون، كاين اللي كيستعمل هاد المسائل هادو. ما حطيتهمش حيت صراحه ما كنستعملهمش انا شخصيا بزاف. حاولت ما نكثرش، قلت نركز على 9 ديال الحوايج اللي هما مهمين، وفي نفس الوقت ما غاديش نكثر عليا. المهم من هادشي كامل، الفكره كامل اللي بغيت نوصل لكم انه ملي كتحطي هادشي واجد ومنظم كتكوني انت اصلا عاشقه ديري ماسك. حنا المهم الهدف ديالنا هو نحيدوا العجز، واضح، ونتهلاو في راسنا اكثر. دابا المكونات وحدين اخرين عندنا هنا بيكربونات الصودا، حتى هما راه معروفين كيتباعوا عند ماي المكياج ولا عند طفل بارافارماسي، غير 5 دراهم. هادو حتى هما كيتستعملوا بزاف في التبريمات ديال الحمام، ولا كاين اللي كيديرهم يعني تصفيه اللون بعض المناطق بحال الكوع الركب، ولكن صراحه انا ما كنصحش بهم بزاف. انا كنفضل انها ما تستعملش مع الحامض حيت هي مجهده شويه، ودي درتيها مع الحامض كيولي يعني الحموضيه مجهده على الجلد، خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه. هنا من الاحسن انك تستعمليها مع تبريمه كيخفف شويه الجهد ديالها، بالاضافه الى الاكسجين او مع الاكسجين. اغلبيه كيستعملوا، حنا عندنا هنا في الجنوب عادي جدا. كاين اللي كيسبب لها حساسيه، كاين اللي كتخاف منه، كاين اللي ما زعماش عليه، هذا تقدري تستغناي عليه. بطبيعه الحال ما كيتستخدمش الوجه نهائيا الا في حاله واحده ديال التقشير وخاص تشقير الحجبان، وخاصك تكوني متاكده بانه ما كيديرش لك حساسيه. تاكدي منه، جربيه في يدك، جربيه في واحد المنطقه صغيره في الجبهه، تاكدي منه مزيان بانه ما غاديش يدير لك حساسيه وما غاديش يعني يحرقك. عاد تقدري تستعمليه في التشقير. شي حاجه اخرى لا، ولكن تقدري تستعمليه للذات باستثناء المناطق الحساسه بشكل عادي. عجبني بزاف هذيك الوصفه ديال قبل ما تمشي للحمام فاش كديري مع التبريمه والصابون البلدي والحامض واحد البيشون صغير ديال الاكسجين، كيعطي نتيجه احسن وكيقشر مزيان الرجلين واليدين مزيان. ثم عندنا هنا الصابونه ديال دوف، خديت 2 انواع، كاينه ديال الحامض وكاينه هذه الاخرى تاع الكرموس. كنختار هاد الجوج بزاف حيت ريحتهم زوينه، وتقدري تستعمليها يعني محكوكه مع الوصفات. يعني نقدر نخلط صابونيه بلا ما ندخل فيها مواد كيماويه بزاف، ندير مثلا غير الصابونه، نزيد عليها الصابون البلدي، نقدر نزيد الطين بحال مايزينا، حتى غير هادو نقدر نصايب بهم صابونيه خفيفه اللي تصلح ليا للتبييض وتوحيد لون البشره. عندنا ايضا الصابون البلدي، اختاريت ما ناخذش داك العادي حيت ما كيصبرش بزاف دغيا كيولي سائل، خصوصا الى كان مسدود. اختاريت ناخذ هذا اللي كيكون يعني في لومبالاج كيصبر اكثر، كيدوم معك مده اطول، واخا كتفتحي وكتسدي ما كيوليش سائل، كيخسرش في الزربه وما كيتسماش خسره، غير ما كيبقاش يعجبني ملي كيولي صافي بحال الماء. هذا اختاريت هذا مونبالي ديال النيله الزرقاء والودعه، حتى هو زوين. تستعمليه كصابون العادي في الحمام قبل ما تستعملي الكيس، ولا كما قلت لكم كتعجبني بزاف قبل ما نمشي للحمام ندير هذيك الوصفه اللي فيها
اللي فيها يعني دوك المطحونات، الحنه واداد وشي حاجه مطحونه، يا اما هذوك بحال داك الروز والشبه اللي تكلمت لكم عليهم وعرقسوس وهذا، ولا ناخذ تبريمه واجده كتزيدي عليها الصابون البلدي الحامض باش كتخلط، ولا بتخلطيها بما دافي ولا بما ورد، ولا انا بغيتي تزيدي عليها شويه الاكسجين، ولا حتى انا بغيتي تزيدي عليها شويه الصابونه محكوكه، كيعطي نتيجه زوينه بزاف. بطبيعه الحال كتستعمليه بغيتي تباتي به، بغيتي ديري غير شويه ديري ليه الميكا قبل الحمام، كيعطي نتيجه زوينه في اليدين والرجلين، خصوصا الرجلين. عندنا هنا ايضا ماسكات اللي هي واجده، عندنا هذا كوماج ديال التوت، اختاريت هذا ديال التوت غير حيت فيه ريحه زوينه، ما هما نفس الشيء. هذا الاغلبيه دابا حاليا ما كينصحوش به الوجه، ولكن انا شخصيا الحمد لله ما عنديش بشره حساسه، نقدر نستعمله ولكن مع احتياطات. كيجيني اللهم نستعمل هذا حبيبات صغار، ولا القهوه عندك بحال القهوه الوصفه تاع التقشير تاع السنيده والملح تاع القهوه، هادو حبيباتهم غلاظ يقدروا يسببوا يعني جروح في البشره. اما هذا الماسك اللي هو كيكون واجد كيكون حبيباتهم رقاق بزاف، غتمسيهم بيدك كتلقى الحبيبات رقاق بزاف. نقدر نستعمل الوجه ولكن ماشي دائما، مره في السيمانه ولا مره في السيمانتين، وما كنستعمل معاه حتى شي فرشات ولا حتى شي ماكينه، غير صبيعات ليد وكميه قليله وعلى شكل دوائر، ما كنبقاش غاده جايه على شكل دوائر خفيفه، وما كنوركش نهائيا باش ما نجرحش البشره ديالي. ويعني بضع ثواني فقط وكنغسل. يعني حتى اللي قابله تستعملوا للوجه تستعملوا مع احتياطات وتكون راده البال بزاف. اما اللي بغات تستعملوا للجسم ديالها، يعني بغات مثلا دير غير كوماج خفيف بدل ما دير الكيس في الدوش، هذا تقدر تستعملوا يعني بالطريقه اللي بغات وتضغط بالطريقه اللي بغات، حيت الجلد ماشي مشكل، ما كيكونش حساس بحال الوجه. عارفين بان الكوماج الوجه كيكون يعني بحال هو كيكون كمرحله ثانيه. اللي بغات مثلا دير شي ماسك راه طبيعه الحال كتبدا كتغسلو بالغسول ديالها العادي باش تحيد الزيوت بعدا، وتحيد تنظف بعدا الوجه مزيان من المكياج ولا من ليكرون ديال الشمس. المرحله الثانيه هي كوماج خفيف كيف ما شرحت لكم، عاد من بعد كدير الماسك اللي بغات ولا جوج ماسكات، بغات دير تبريمه ولا غير تغسلو بماء عادي يتغسل كماسك عادي، وكتبقى اخر مرحله هي الترطيب بطبيعه الحال. اللي بغات نتيجه خاصه ضروري تتبع هاد المراحل هادو: تنظيف، تقشير، عاد الماسك يا اما على شكل تبريمه ولا يتغسل عادي، عاد من بعد في الاخير الترطيب. وواخا تكوني في الدار من الاحسن انك الا كنتي كديري شي ايكرون الشمس ديريها واخا تكوني في الدار، حيت حتى هذاك الضوء الشعاع تاع الدار حتى هو راه يقدر يضر، خصوصا ان البشره يلاه برمناها يلا قشرناها كتكون شويه حساسه للضوء. عندنا ايضا هذا الماسك هذا من شركه وردي. هذا البنات كاين بزاف ديال الانواع، الثمن ديالهم ما كيوصلش حتى ما بين 10 حتى ل 15 درهم. بالنسبه للكوماج الاولى البنات ما قلت لكمش الثمن ديالو راه كيدير 25 حتى ل 30، المهم 25 معروفه عليه، تلقاو كاع ديال 20 درهم. وبالنسبه لهذا الماسك هذا الاخر هذا كيدير ما بين 10 حتى ل 15. كاينين بزاف ديال الانواع فيه، كاينين بزاف، والاغلبيه كيكون مصنوع من الطين. هو انا علاش كناخذو علاش كيعجبني، حيت ماسك واجد مخلط طبيعي 100%، فيه غير الطين وما ورد، وكيزيدوا ليه مكونات على حسب، يقدر يكون بحال هذا بالودعه، يقدر يكون بالنيله، يقدر يكون بالعكر الفاسي، يقدر تلقيه بالزعفران، على حسب الاضافه اللي ضافوا ليه. باش كيعجبني انه سهل الاستخدام، واللي كاع معكازه تخلط، راه بعد هذا الماسك راه مخلط واجد، كتاخدي منه غير شويه بصبعك، تقدري تزيدي ليه شويه الماء ورد ولا شويه الماء هكا حلو وكتديريه لوجهك، كيعطي نتيجه زوينه صراحه. علاش كناخذو كيعجبني بزاف، حيت هو كيجيني عملي بزاف، خصوصا الا جاتك شي خروجه على غفله ولا باغا ديري ماكياج على غفله، ما عندكش الوقت النهار كامل الكوماج ودوك المراحل كاملين، تقدري ديريه دغيا ديجا واجد مستعمل، كديري منه واحد الكميه قليله. كنحاول ندورو على وجهي على غير بصباع يديا على شكل دوائر، ما كنزربش وما كنضغطش، وكتخليه واحد بضع دقائق. الا كنتي زربانه كتغسلي بعد ملي كديري الماكياج وملي كديري لي كرون الشمس لا فون دو تان، كتحسي بوجهك بانه نقي يعني اكثر من النقاوه اللي غيعطيها لك اي غسول كتستعمليه، وكيدخل لك المكياج مزيان، وكتحسي براسك وجهك يعني بحال الا اعتنيتي به من الصباح. بغيت نتكلم لكم على هاد الحكاكه تاع القدام، هذه ضروريه بزاف عندي وما كنستغناش عليها نهائيا. فوا كنشوفها بدات كتحفى كناخذ وحده اخرى. هذه رخيصه بزاف، كديريها 5 دراهم، وكاينه حتى هذيك ديال الخشب كدير حتى هي بين 10 حتى ل 15، ولكن كنفضل
كنفضل هاد الزرقاء هادي. وقت ما درت شي ماسك ولا شي تبريمه تاع رجلين قبل الحمام ضروري خصني نحكها بهاد الحكاكه هادي. اما ديال الخشب فهي كتستعمل بزاف في الوصفه ديال التقشير اللي كنديرو فيها البيكربونات والبندوش في الدار. راه كلشي هاد الوصفه دي راه معروفه، راه كلشي البنات كيديروها. كتقشري بها قدامك، يعني واحد التقشير اللي هو عميق. اما الاستعمال الخفيف خارجه زربانه كاينه في الحمام هذا، كنفضل هذه العاديه. يعني عمليه بزاف وخفيفه وفعلا كتعطي نتيجه زوينه. واخر حاجه بغيت نتكلم عليها هي ماورد. بالنسبه للماورد هذا هو النوع اللي كنستعمل، يعني كنعتبره يعني نوعيه يعني ماشي شي جوده ممتازه وفي نفس الوقت ماشي داك العيان بزاف. هذا الجوده ديالو يعني لا باس بها، حيت الماورد راه كيبدا من 3 دراهم وانت طالعه حتى ل 50 100 درهم على حسب الجوده ديالو. بالنسبه لداك اللي رخيص بزاف هذاك راه ماشي مورد، كيكون غير ماء مقطر ولا ماء معدني وكيديروا ليه زيت. يعني الزيت الاساس ولا الروح تاع الورد باش تكون فيه ديك الريحه، ولكن على الاقل كيبقى احسن انك تخلطي الماسك بالماء تاع الروبيني. أه وكاينين بطبيعه الحال الجوده ديالو كتختلف، ولكن اللي كنسمع بان اكثر مورد حقيقي يعني ماء ورد مقطر شتو كيكون في القرعه تاع الزاج تاع ليطرو. الثمن ديالو ماشي غالي بزاف، خصو غير يجيك نيشان من بلاصتو بدون وسطاء. كتكون ريحته خامره بحال الا مخمر. هذاك هو اللي اصلي وحقيقي، ولكن كيتعتبر مجهد، ماشي كاع الماء غيجي معاهم، يقدر يسبب حساسيه للبشره ولا للعين. اما هذا العادي المتوفر في الاسواق هذا من شركه وردي، هذا كنعتبره انا لا باس به. وبطبيعه الحال كاينين بزاف ديال البدائل. وقت ما بغيت نخلط شي ماسك ما كنفكرش بزاف، كتفتحي الثلاجه اللي لقيتيها راه اغلبيه الفواكه والخضر اللي كنستعملو راه صالحين. اللي بغات تستعمل العصير تاع الحامض اللي ما كيجيهاش مجهد، اخف منه ديال المطيشه، حكي مطيشه وصفي معها. اخف منه ديال البرتقال ديال الليمون. كاين اللي كتستعمل ديال الفريز في الوقت ديالو حتى هو الماء ديالو زوين، ديك الحموضه ديالو حتى هي كتفتح البشره. أه تقدري تستعملي تحكي بطاطا تصفي الماء ديالها حتى هذا زوين بزاف في الماسكات. اللفت سواء مسلوق ولا خضر، يا اما الا كان مسلوق كتمعسيه، ولا الا كان باقي خضر كتعتاوب تحكيه وتصفيه. ما كاينش تقدري تفيضي المعدنوس، الخيار تحكيه وتصفيه. يعني كاينين بزاف ديال البدائل. المهم هو انك تهلاي في راسك. وهادو كامل الوصفات اللي قلت لكم انا كنستعملهم شخصيا. أه سمحوا لي طولت عليكم الفيديو ديال اليوم، ولكن بغيت صراحه الفكره ديالي توصل. هاد الطريقه هذه كنطبقها وقلت علاش لا نشاركها معكم. غتنفع بزاف، ودائما الشعار ديالي هو تهلاي في راسك باش تلقى لي تهلا فيك. كانت هذه نهايه الفيديو ديالنا اليوم، نلقاكم فيديو قادم ان شاء الله.